اهلا بيكم في حلقه جديده من كلام بسيط. هو الاهلي رايح على فين؟ هو دلوقتي الاهلي بعد موسم كان صعب شويه عليه، على غير طبيعه الاهلي خالص، قرر ان هو يتعاقد مع كابتن حسين عموته، وقرر ان هو يغير شويه من جلد الفريق. بس خلينا الاول نغوص جوه فكر الاداره قبل ما نتكلم على الصفقات. اداره الاهلي بالتحديد كابتن محمود الخطيب، ومن قبله حتى المهندس محمود طاهر، في دماغهم حلم. يعني لغايه دلوقتي الخلطه بتاعته ما ظبطتش، الا وهي ايه؟ الا وهي ان احنا نعمل هويه بصريه للاهلي ممتعه شويه. يعني نبقى شبه شويه فرق زي برشلونه او بايرن ميونخ او مانشستر سيتي لما جاب جوارديولا بالطقم بتاعه اللي جه معاه من برشلونه في الاول، عشان نخلي الاهلي فريق بطولات دي حاجه، ونخليه فريق ممتع دي حاجه تانية. احنا بنحاول ان احنا نعمل هويه بصريه ممتعه لينا، وفي نفس الوقت نحافظ على ريادتنا ونحافظ على البطولات وكل الكلام ده. لكن الخلطه زي ما بنتكلم هي مش ظابطه، بدليل ان احنا كل شويه بنحاول نجيب مدرب يقال ان هو بتاع كره هجوميه. ابتدينا اول محاوله كانت عن طريق جريدو، تاني محاوله تقريبا، اول محاولات اللي جت بعد كده مدربين زي لازارتي او زي فايلر او زي سواريش اللي جه في النص. بس انت كل مره بترجع تاني لنفس فكر المدرب الكلاسيك اللي بينجح دايما في ان هو يرجعك تاني سكه البطولات. يعني انت بين كل مدرب من المدربين دول والتاني هتلاقي نفسك رجعت تاني لمدرب زي كابتن حسام البدري، او مدرب زي موسيماني، او مدرب زي كولر. ودلوقتي انت راجع تاني للفكر بتاع كابتن حسين عموته. طيب هي المشكله فين، او الخلطه مش عايزه تظبط ليه؟ في راينا هي الخلطه مش عايزه تظبط لان الموضوع مش هيقوم بيه مدرب لوحده، ولا حتى ان انت تجيب مدرب واحد لقطاع الناشئين ومدرب واحد للفريق الاول يبقى بيلعب باسلوب الضغط العالي او الاستحواذ او الكلام ده كله وهينقلك النقله دي. لا، هي الفكره كلها ان انت لو عايز تعمل كده، فاحنا نصيحه مننا يمكن ده اللي يظبط الخلطه شويه. انت محتاج ان انت تاسس مش اللعيبه بتاعتك ولا الناشئين بس، انت محتاج ان انت تاسس مدربين. يعني ايه؟ يعني الاقتراح بتاعنا ان الاهلي يتبنى مجموعه من المدربين الشباب، يا ريت يبقوا من ابناء النادي. المدربين دول يتصرف عليهم شويه في موضوع الرخص التدريبيه والدورات والكلام ده كله، ونحاول نأهلهم ان هم ياخدوا اعلى رخصه اللي هي اليويفا برو. عامه الرخصه دي بتبقى غاليه شويه، مكلفه، بس انت هتصرف عشان بعد كده انت الناس دي هتعينها في فئات الشباب، بحيث ان انت يبقى جزء كبير من قوام الفريق بتاعك، غير ان هي تبقى لعيبه جاهزه. لا، هم يبقوا شباب، بس شباب جاهز، مش شباب لسه محتاجين ان هم يجازوا، عشان وقت ما انت تحب تعمل احلال وتجديد في وقت قصير الشباب دول يسندوك. طيب انت دلوقتي مفيش قدامك الكلام ده هتقدر تعمله بكره، فانت رجعت تاني لكابتن حسين عموته. طب كابتن حسين عموته هينقلنا فين؟ طيب بالنظر الاول كابتن حسين عموته هو لغايه دلوقتي صفقات الاهلي الرسميه اللي جت فهي طبعا المدرب واربع صفقات لغايه وقت تسجيل الحلقه دي تم الاعلان عنهم، اللي هم منصف بقرار وسفيان بن جديده واقطاي عبد الله مهاجم انبي وعلي محمود خط وسط انبي. انا بالنسبه لي اكتر لعيب متفائل بيه او يعني متعشم فيه الخير في كل دول، طبعا كلهم يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم، بس انا بالنسبه لي علي محمود انا شايف فيه ان شاء الله مستقبل كويس لو اللعيب حافظ على عقليته. طيب خلونا الاول نبتدي كلام عن كابتن حسين عموته. هل كابتن حسين عموته هو المدرب يعني اللي زي ما الناس بتتكلم عنه ان هو مدرب يعني دفاعي جدا او مش بتاع هجوم او متحفظ حبتين؟ هو جزء من الكلام ده مظبوط بشكل، وجزء تاني مش مظبوط. ليه؟ لو جينا قيمنا يعني جزء من تجارب كابتن حسين عموته، فالراجل ده بالنسبه للانديه فهو درب الوداد المغربي، ودرب الجزيره الاماراتي، ودرب على ما اذكر الجيش الملكي. وبالنسبه للمنتخبات فطبعا التجربه الابرز في مسيره كابتن حسين عموته على مستوى المنتخبات كانت رحلته مع منتخب الاردن. اللي ما يعرفش منتخب الاردن، هو تصنيفه مش هنقول حتى قبل كابتن حسين عموته ان هو من المرشحين الخمسه الاوائل. طبعا المرشحين الخمسه الاوائل في اسيا بيبقوا دايما اليابان وكوريا الجنوبيه واستراليا، ومعاهم شويه السعوديه شويه تراجعت اخر فتره بس مش ده موضوعنا، ومعاهم دخل على الخط قطر طبعا كسبت اخر نسختين. فكابتن حسين عموته ان هو ياخد منتخب مش مرشح ويوصل بيه النهائي وينافس بيه، فده بالنسبة للأردن هو كان يعني إنجاز كبير جدا، ونقدر نقول بشكل كبير هو اللي أسس المنتخب اللي بعد كده هيتأهل مع كابتن جمال سلامي
لنهائيات كاس العالم. طيب الراجل ده رحلته مع الاردن كان متحفظ شويه، بس هو كان بيلعب بالمتاح، هو مقتنع تماما انا راجل واقعي، انا مش هقدر انافس ولا العب كره جميله ولا العب هجوم على طول ولا كل الكلام ده باللعيبه اللي معايا. طيب بالنسبه لمسيرته مع الانديه، هل الخامه كانت نفس الخامه بالنسبه للي موجود في السوق؟ لا. مسيرته مع الانديه الموضوع كان مختلف شويه. مسيرته مع الانديه كان الموضوع كله هو الراجل ده بيركز بشكل كبير جدا على ان هو يكسب. هيكسب ازاي؟ هو مش فارق له ان هو يقدم كرة حلوه، بس بالنسبه له انا ما اتغلبش، وده اللي ساعده ان هو يكسب دوري ابطال افريقيا. وللعلم دي حاجه مش سهله على المدربين في افريقيا عموما. يعني هنلاقي ان اخر كام مدرب كسب البطوله دي، هنلاقي عندنا ميجيل كاردوزو مدرب سان داونز، والاول مره سان داونز بيستغنى عن الفكر الهجومي البحت بتاعه اللي كان موجود، يعني ظهر باكتر فتره شويه مع موكوينا. ومن قبل الموسم بتاع سان داونز فيوريتش او يوريتيتش مدرب بيراميدز كسبها، وقبلها طبعا كولر، وقبلهم وليد الركراكي، كلهم مدربين تقريبا نفس الفئه الكلاسيكيه. الاهلي قرر يرجع للفئه ديت، وعشان كده جاب عموته. طيب الراجل دوت اسلوب لعبه مع الفرق او الانديه اللي كان بيدربها بالذات الوداد والجزيره، هو كان بيعتمد اهم حاجه بالنسبه له هو هيأمن عمق الملعب بتاعه باي شكل، ممنوع الاختراقات من نص الملعب. هو بيحاول يجبر الخصم او يزق الخصم دايما ناحيه الاطراف، وحتى وهو بيهاجم كابتن حسين عموته هو بيعتمد على الاطراف. يعني نقدر نقول ان احنا هنشوف مع كابتن حسين عموته الكوره على الاطراف سواء وهي معانا او مش معانا اغلبيه الماتش. طيب والكوره مش معاه كان بيعمل ايه؟ والكوره مش معاه هنلاحظ ان هو بيستخدم خط التماس كمدافع زياده معاه، عشان كده هو بيحاول يزق الخصم ناحيه خط التماس او ناحيه الاطراف عشان الموضوع بالنسبه له الدفاع يبقى سهل شويه. ده تكنيك مدربين كتير بيعتمدوه في كل حته في العالم، الهدف منه ان هو يقلل شويه ضغط على اللعيبه بتاعته. طيب هل هو بيطبق ضغط عالي او ضغط شرس شويه؟ لا، بنسبه كبيره هو الضغط بتاعه ضغط متوسط. طب لما بيجي يهجم هو برضو اغلب اعتماده على ان هو هيهجم عن طريق الاطراف ويلعب عرضيات كتيره جدا، ويمكن ده شويه اللي بيفسر ان هو رايح يتعاقد مع مهاجم زي الاول سفيان بن جديده. ده مهاجم صندوق زي ما الكتاب بيقول، عنده شويه فنيات، بس هو مهاجم الفينيشر زي ما الكتاب بيقول. اما بالنسبه لمنصف بقرار، فمنصف بقرار هو برضو في سمات شويه من سفيان بن جديده، بس منصف بقرار يعني لعيب كرة شويه عن سفيان. طيب انا دلوقتي جبت منصف وجبت سفيان وجبت اقطاي، هل انا هلعب بالثلاثه؟ اكيد لا، بس وارد يلعب باتنين مهاجمين، وارد يخلي منصف مهاجم تاني، وارد. بس الاكيد ان انت هتشوف مع الحسين عموته الاهلي بنفس الشكل الكلاسيك اللي انت متعود عليه، وان شاء الله بنسبه كبيره هو هيرجعك تاني لسكه الانتصارات. هل هيقدر يعمل حاجه في افريقيا او لا؟ الله اعلم. انت كده او كده برضو الكونفدراليه السنه اللي جايه مش هتبقى سهله، معاك فرق مش ضعيفه، فرق لو اتحطت في دوري ابطال افريقيا هتنافس. ده مش مبرر، ولكن خلينا نتفرج الاول على اول سنه الكابتن حسين عموته وبعد كده نشوف. ده بالنسبه لصفقات النادي الاهلي وتوقعنا لكابتن حسين عموته، والخلطه بتاعه كابتن محمود الخطيب او اداره الاهلي هتظبط ولا مش هتظبط في يوم من الايام. نتمنى ان هي تظبط في يوم من الايام، زي ما ان شاء الله استاد الاهلي اخيرا ابتدى ان هو ملامحه تظهر للنور، وحتى حق تسميه الاستاد تم الاعلان عنه. فده معناه ان احنا بنتقدم خطوه بخطوه ناحيه حلم الاستاد، وفي النهايه ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي للصالح وللبطولات.